سلام يا الغاليات، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين يا رب العالمين. جمعة طيبة، جمعة مباركة علينا وعليكم، امين اجمعين ان شاء الله. جيت نبارطاجي معكم هذه الوصفة الرائعة تاع الرولي اللي كنت قدمتها مع الخبز كنت شاركتكم يعني الوصفة من قبل في قناتي. وهذه وصفة الرولي تحتاجيها يعني بزاف بزاف في رمضان، تحتاجيها في سائر الايام، تحتاجيها في عرضات. عطيتها لكم يعني بكل التفاصيل. وصفة سهلة بنينة أكيد اقتصادية، من الوصفات اللي تحبوهم أكيد يا غاليات. شوفوا البنات، هنا واش نحتاج في لاصوص تاع الرولي. واش درت طرف تاع السمن، ودرت شويه تاع زبده. عندك هاد الكركسه تاع صدر تاع الدجاج، لاني نحيت صدر تاع الدجاج رحيته. ودرت شويه تاع البصل، حوالي نص راس تاع بصل. درت كركم، فلفل الكحل، زنجبيل والكركم والكزبر. الزنجبيل صدقوني روعه 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 في لي صوص بلونش، يجي صح صح بنين. راح نشعل عليها، نخليها البنات هنا تتقلى في غرضها. هاي ليك نخليها تتقلى ونروحوا نحضروا مع بعضنا الرولي. واش عندي هنا البنات في الرولي؟ عندي صدر تاع الدجاج، وعندي لهنا الفيونداشي. واش درت في الفيونداشي؟ شويه تاع البصل، شويه تاع فلفل الكحل، زنجبيل، ملح فقط، بصل، شويه تاع الفلفل الكحل، زنجبيل، وشويه تاع القزبر، وشويه تاع البصل، حوالي ملعقه فقط على حسب الكونتيتي اللي راح ديريها تاع اللحم. وهنا واش عندي صدر تاع الدجاج، درت فيه شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع البصل، درت شويه تاع زنجبيل، شويه قزبر، وشويه تاع لا موطارد كيما راكم تشوفوا، حوالي ملعقه تاع بصل. ودرت هنا لا شابلور. هذا مكان راح نعجنهم. هنا في هاد الوصفه تاع نهار اليوم مانيش راح نستعمل البيض نهائيا. شوفوا البنات، صدقوني الموطارد صدر الدجاج يجي بسم الله ما شاء الله. هاي ديك لهنا البنات، حاولوا تعجنوه بيان. نعجنو مليح. هاي قطعه برك تاع بصل، ومام طون لاصوص تاعي راهي تغلي. كيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي، نكمل نعجنهم بيان. لازم ندخلوا دوك المقادير مليح مليح، بلا ما ننساو نملحوا اكيد اللحم تاعنا، سواء سكالوب ولا فيونداشي. نجيبوا بابي فيلم هنا، نفرشوا فوق البلان دو طرافاي تاعي، ونروليو عليه يعني حنديروا فيونداشي وفي نفس الوقت سكالوب. الكميه راهي قليله جدا، يعني ماهيش كميه كبيره بزاف. حاولي تدهنيه لهنا يديك بالزيت باش يعني تقدر يعني تخبزيه، وفي نفس الوقت ما ترقيهش بزاف. شوفوا راني ما استعملت فيه لا بيض لا والو. دوك تشوفوا كيفاش يجي ملموم ما شاء الله، خير من اللي نستعمل فيه البيض. انا بالعكس يعجبني بلا بيض خير. يا اخي هكا احنا نجربوا كلش، نجربوا حاجه فيها والله ما فيهاش باش نتحصلوا على اروع نتيجه. ونجيبوا الكميه تاع الفيونداشي من هي. حاولوا تاني كميه الفيونداشي ما ترقوهاش البنات نهائيا. راني نهزها انا بكل بساطه، واللوحه على السكالوب كيما نقولوا ما تفسد معايا ما والو، لانها ما فيهاش يعني كميه البيض، وفي نفس الوقت ما هيش جاريه، تقدري تتحكمي فيها كيما تحبي. لهنا برك نولهكم البنات ما تطرحوهاش رقيقه بزاف، فهمتوني؟ باش تقعد الطبقه تاع هذيك الفيونداشي باينه. هنا راح نطيبوه لا في الفور لا والو، رولي لا في الفرن لا والو، راح نطيبوه في لاكوكوط. للامانه ماشي اول مره نديرو، كنت درته في قناتي الاخرى اللي هي لمسات انس، ولكن كنت نخدم يعني وصفات مع روتينات. حبيت نخصص هذا القناه غير للوصفات، باش هكا كي تكتبوا عناوين ولا تخرج لكم ديريكت الوصفه، وان شاء الله يا ربي تستفادوا منها. بلا ما ننسى باش نشكر حبيباتي الغاليات اللي خلاو لي تعاليق محفزه، تعاليق مشجعه، نقول لكم الف الف شكر. هنا حبيباتي حكمت روليتو بيان، وحاولوا تضغطوا عليه. هنا راني ما ضغطتش عليه البنات، كنت فاشله نقول لكم على قريب. ما ضغطتش عليه مليح. حاولوا تضغطوا عليه بيان باش يتلم، يعني كي تروليو روليو بيان وضغطوا في نفس الوقت، لانه راهو اللحم برك اكيد ما روح يفسد ما والو. على قد ما تضغطوا عليه على قد ما من بعد يجيكم يعني مشبوح، وتتحصلوا على نتيجه مليحه.
كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي غلقت عليه كيما الحبه تاع الحلوى ونزيد ندير له طبقه واحده اخرى من بابي فيلم هكذا باش نضمن انه الفيونداشي تاعي واللحم تاعي لداخل ما راح يخرج منه والو باش نلوحوه في البابي الومنيوم. هنا ما نقدروش نديروا ورق الزبده ومن بعد نديروا بابي الومنيوم لانه ما يتلمش مليح، سما اوبليجي علينا نديروا له بابي فيلم. كما راكم تشوفوا لهنا هاني تحصلنا على بوده تكون يعني بوده لاباس عليها، تقدري كيما نقولوا ديريها عارضه لضيوفك وديري معاها توكل لك يعني كيما نقولوا زوج مجامع. اللي سقساوني على زوج مجامع يعني واش معناها زوج مجامع، حنا هكا في عاداتنا في عراسنا في كيما نقولوا في عرضاتنا ولا يعني كل طاولة نحطوا فيها 6 أشخاص، راكم معايا 6 أشخاص يعني نقصدوا بها مجمع وكي نقولوا زوج مجامع يعني نقصدوا 12 شخص كل 6 مع بعضاهم، هذا واش نقصدوا بالمجامع. هذه هي حبيباتي، إن شاء الله كل وحدة راهي هنا في قناتي وما فهمتش حاجة بربي إن شاء الله نفهمكم فيها. هنا راح نديرها غير بكاس تاع كاس تاع ما ميم با كاس تاع ما ونحط الرولي تاعي كيما راكم تشوفوا هكا. درك يطيب غير على البخار ميم با يا البنات 10 دقائق ما ديريش من الوقت نهائيا. حطيتو هاولي كيطيب من هيت ولا صوص لهنا هاني بعد ما تقلت لي البصل هذيك بيان غلقت عليها حتى طيب حتى هي. وهاوليكم طاب الرولي تاعي يعني في وقت وجيز جدا ما داش من الوقت نهائيا. احنا نحبوا الاطباق هذه اللي ما تديش من وقتنا وميم طون نتحصلوا على نتيجه مليحه. من البابي فيلم نهائيا واش درت له البنات انا ما صورتش معاكم. تحبي تقدميه ابيض كيما هكا بيسك حنا معظم في العراس ديما نقدموه كيما هكا ما نقليوه ما نحمروه ما والو، ولكن هاني نعت لكم لهنا كيفاش يجي ابيض. ولكن في حاله ما اذا حبيتي تحمريه حمريه عادي. انا حمرته بيسك الاطفال تاعي يحبوه محمر ميم الزوج تاعي حبوه محمر رحت حمرته في المقله ماشي في الكوشه في المقله على دورتين برك هو حمار كثروا برك الزيت وديروا فيه ملعقه تاع زبده وكي تجي تقطعيه ما تقطعيهش وهو سخون قطعيه هو نوعا ما ماشي بارد ولكن شويه هكا باش كي تقطعيه تتحصلي على نتيجه مليحه. وهاي لكم الخضر من هي اللي صوطيتها واش درت البنات ما درت حتى حاجه راهي طماطم سوريز وبطاطا قطعتها كيما راكم تشوفوا هذيك القطع وحكمت فورت هذيك البطاطا بيان ومن بعد كي فورتها نحيتها ديريكت حطيتها في مقله فيها شويه تاع زبده ودرت فيها شويه تاع الفلفل الكحل شويه تاع الدبشه شويه تاع الزعيتره شويه تاع زنجبيل وقليتها في هذاك شغل صوطيتها فقط يعني كيما نقولوا خضر صوطي كيما تقدري تضيفي زاليغو تقدري تضيفي سناريه تقدري فهمتيني تقدري تضيفي اي حاجه ولا تقدميها تاني مع الارز تجي بزاف بنينه كيما درت لكم الاطباق اللي قبل تاع الورشات اللي درت لكم يعني الاطباق تاع الارز وتقدميها يعني بالصحه والهنا. وهذا هو الغرض من نشر نوع من هذه الفيديوهات وبالاخص تاع الورشات بربي ان شاء الله راح ندير لكم بروغرام الكل ورشه قريتها سواء ورشه كيك ديزاين ولا ورشه حلويات ولا ورشه ديما نقول لكم البنات كنصيحه مش محتم انسان كي يكون معلم ويكون بار اكزومبل راهو عنده كيما نقولوا خبره كبيره انه ما يزيدش يطلب العلم ما فيها والو حتى وكنتي تعرفي حتى فيها والو. انسان كي يحب يزيد يكتسب مهارات يحب يزيد يدخل يغير من ذاته يغير من مهاراته يزيد يكتسب مهارات ما فيها والو. اكيد حنا كامل نحبوا نتعلموا وانا الورشه هذه نشرتها معكم على بالي باللي متتبعيني من كامل الولايات وكاين حتى خارج الجزائر اللي نوجه لهم تحيه كبيره معنا من تونس معنا من مصر معنا من المغرب معنا يعني نوجه لهم تحيه كبيره جدا جدا. ماذا بينا حنا نوصلوا كيما نقولوا الطبخ تاعنا لكامل ربوع الوطن فهمتوني يعني هذاك هو الغرض. نورمالمون الانسان يفرح بس لقيت واحد التعليق والله ماني نهضر عليه ولكن والله غير ضحكني صراحه. والمزيان اللي كاين يعني البلوك في القناه هذا ما كان لانه ناس كيما هكا والله ما يخلوك تخدمي ما يخلوك ديما النيه تلقاوها ناقصه. الحمد لله ربي يرزقنا ان شاء الله على حساب نيتنا وكاينين ناس بزاف والله ما يقدروا يقراو ورشات والظروف تاعهم ما تسمحش معليش نحط لهنا الحباباتي نعلمهم يجوني عراس نحط لكم هنا بالكونتيتي نحط لكم تتعلموا تهزوا بالصحه والهنا والله راهي من القلب وربي اللي عالم بالنوايا. خلوا الناس تتعلم خلوا الناس سيدي القوارشه خلوها تقرا. وانا والله شتوا البنات هاد الورشه اللي دخلتها تاع الطبخ التقليدي والعصري محتاجه الدبلوم محتاجاته يعني بقوه
محتاجة الدبلوم يعني تاع الصح، نحتاجو. الخبز البنات هنا راني درته معاكم يعني في القناة أكيد وشفتو، وهذه البطاطا اللي كنت كيما قلت لكم فورتها ومن بعد قليتها في شوية تاع زبدة وشوية تاع كركم وفلفل الكحل وزنجبيل، ودرت شوية زعيتها، واش درت تاني الآخر، هي وتملحوها أكيد بطبيعة الحال، ومن بعد سقيتها بشوية تاع لاصوص المرق هذاك اللي طيبناه فيه الكركاسة هذاك العظم اللي كنا نحينا منه اللحم ورحيناه. هذه هي حبيباتي وصفة سهلة واقتصادية وبنينة أكيد. الحبيباتي الغاليين، وحبيت ثاني نشكركم بزاف بزاف، شكرا على كل كلمة طيبة راكم تخلوها لي في القناة، والله غير تفرحني بزاف بزاف، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. إن شاء الله نقعد ديما حاضرة معاكم، وجودي من وجودكم ووجودكم من وجودي. هذه جديدة. فهموها كيما تفهموها، المهم راني موجودة من أجلكم. وهذه هي حبيباتي سقيتها بشوية تاع لاصوص كيما هكا، كيما قلت لكم تقدروا ديروها على 2 صحونة. وصفة سهلة واقتصادية، وما نقولوش يعني اقتصادية، هي الإنسان مادام الدجاج غالي الوقت هذا ما نقولوش اقتصادية. وهذه هي حبيباتي، ما لي غنقول لكم تهلاو لي في رواحكم ونحبكم ونموت عليكم، وإلى اللقاء.